السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي ومتابعيني وكل حد يعني شرفني بمتابعة صفحتي أو إن هو يعني سعدت جدا إن هو بقى صديق ليا في صفحتي الشخصية صفحة أحمد أبو سمرة. النهاردة يا جماعة الفيديو بعنوان ترشيحات معرض الكتاب. طيب طبعا يا جماعة الحاجات اللي أنا أوريها لكم دي حاجات قليلة جدا، لان انا اساسا مش من النوع اللي بشتري كتب في المعرض، بس انا طول السنه الحمد لله بشتري كتب لما بلاقي كتاب كويس او حاجه، فبشوف الدار اللي هي نشرته او الدار اللي هي موزعه عليه او المكتبه اللي بتوزع بيها او الكلام ده كله، وبنزل على طول اللي انا اشتريه، مش بستنى لحد المعرض. وفي نقطة برضو تانية حابب ان انا اقول لكم عليها، اللي انا مش من النوع اللي بشتري كتب وخلاص عمال على بطال، لا انا بشتري كتب معينة، وما بحبش اجيب كتب غير اما اكون خلصت قراءة الكتب اللي عندي، لان في ناس عندها هواية اقتراء الكتب. لا انا ما بحبش كده، وما بحبش ان انت تشتري كتب وتركنها على الفاضي. لا، الكتاب اذا لم يفيد صاحبه فليس له قيمة. طيب بالنسبه يا جماعه للمعرض، الكتاب دوت 2024، انا هوريكم الحاجات اللي اشتريتها مع بعض. طبعا اول حاجه يا جماعه، الناس اللي هي عارفاني ما تنسوش الكتاب بتاعي، كتاب تطوير الذات شفرات الحياه السعيده، طبعة المكتبة العربية للنشر والتوزيع، موجود في صالة واحد ب 48، صالة واحد ب 48 يا جماعة، والكتاب سعره في متناول الإيد، هو عامل 60 جنيه. وكتاب مفيد جدا لكل افراد الاسره والمجتمع، وهيفيدكم جدا لان هو بيتكلم على مشاكل في الحياه وكيفيه حلها بطريقه مبسطه وسهله جدا، هيفيد الناس كلها. فده بالنسبه لشفرات الحياه السعيده، الناس اللي بتحب تطوير الذات والتنميه البشريه والكلام ده كله. والناس اللي بتحب روايات يا جماعه، دي روايتي الجديده عيون داميه، وبتتكلم عن قاتل متسلسل، وازاي هو طبعا القصه بتبدا في كولومبيا، وبعد كده بينتقل القاتل لجزيرة قريبة من كوبا، وبيبدأ ان هو يندمج في مجتمع المافيا بكل سلبياته والكلام ده كله، لكن عنده نقطة ضعف خطيرة اللي هي اخته إيلين، ودي هتبقى السبب في الامساك بيه والقضاء عليه ان شاء الله في الجزء الثاني من الرواية. يعني ان كان ليا عمر ان شاء الله هنزله. وعيون دامية يا جماعة موجودة في دار الولاء صالة واحد ب 54. طيب بالنسبه بقى الكتب يا جماعه اللي انا اشتريتها، انا اشتريت الكتاب ده حدث بالفعل، حدث بالفعل، اعجب من العجب واغرب من الخيال. الكتاب ده يا جماعه موجود في دار الكتاب العربي، دار الكتاب العربي، وانا مش فاكر هي فين بالظبط، تقريبا صاله 2، بس يا ريت انت تدور عليها. وبرضو يا جماعة جبت الكتاب ده اسمه ليلة نهاية التاريخ للكاتب الكبير شادي عبد الحافظ. انا اول مرة الصراحة اشوف حاجة لشادي عبد الحافظ، لكن الكاتب دوت انا بتنبأ له ان شاء الله بمستقبل باهر، لان كتاب رائع ما شاء الله يعني. وده موجود في عصير الكتب، وعصير الكتب موجودة في صالة واحد وفي صالة 2. طيب وجبت الكتاب ده يا جماعة بتاع المحكمة تستشعر الحرج، وده دار تشكيل، وانا كنت يعني عايز اللي انا مخطط ان انا اشتريه من السنة اللي فاتت، لكن للأسف طبعاته نفدت. وحتى السنة دي برضو في المعرض انا سألت عليه مرتين ثلاثة طبعاته نفدت، فالحمد لله رب العالمين ربنا يسر لي ان انا لقيت النسخة دي يعني بكده بأعجوبة. طيب وجبت برضو يا جماعة الكتاب ده فكر كمهندس، أطلق عنان أحلامك، كن مختلفا واستمتع. الكتاب ده موجود يا جماعة في مؤسسة التقدم العلمي، والمؤسسة دي أساسا كويتية، وهتلاقوا الكتاب دوت مؤسسة التقدم العلمي دي تقريبا في صالة 2. طيب برضو يا جماعة الكتاب دوت حكم وأمثال العالم بالإنجليزية وبالعربية، ده برضو دار الكتاب العربي. وجبت الكتاب ده يا جماعة أفكار صغيرة لحياة كبيرة لكريم الشاذلي. وكريم الشاذلي يا جماعة ده مش أول كتاب ليه، الراجل ده يا جماعة يعني من أكتر الناس يعني موهبة وفنا وبلاغة وعلما في مجال علم النفس. كريم الشاذلي يا جماعه من احسن الكتاب العرب اللي تقدر تقرا له في مجال تطوير الذات والتنميه البشريه. الراجل يعني معتني جدا بكتبه والسلاسه بتاعته وجماله، والكتب بتاعته بتناسب جميع الاعمار، واي حد يقدر ان هو يقرا له. ودي كانت الكتب اللي انا جبتها من اليومين اللي رحتهم في المعرض السنه دي. لكن انا عندي الحمد لله مكتبه كبيره جدا، وزي ما قلت لكم انا طول السنه بشتري كتب، فدي مش بس كانت حاجه عابره كده لان انا رحت فكان لازم اشتري يعني. بس ما تنسوش يا جماعه زي ما قلت لكم مؤلفات شفرات الحياه السعيده،
المكتبة العربية نشر وتوزيع صالة 1 ب 48، من أبسط الكتب اللي اتكتبت في مجال التنمية البشرية. والرواية بتاعتي يا رب تعجبكم، عيون دامية، ورواية صغيرة وجميلة وسعرها 70 جنيه بس، يعني كلام لا تذكر. طبعا أنا شفت الأسعار الروايات لقيت أسعار كلها معدية ال100 يعني. وده كان فيديو النهاردة، وأتمنى إن أنا أشوفكم دايما في سعادة وفي خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.